واخيرا يوسف صاحبي بتاع التين جه. قلت لكم صاحبه حد بيبيع تين محدش سمع كلامي. اول ما يشوف خلقتي على طول يطلع لي تينايه ياكلها لي اكنها ببلاش، بعدين بقى يجر مني مليون جنيه. عايزك تقطع لي العربيه كلها. قطع لي. الصراحه يا جماعه ما بعرفش اكل تين غير من عند يوسف، لاني بنقي براحتي وبتعبه معايا، واكتشفت في الاخر ان هو اسمه كريم مش يوسف. بس تناديه بكريم ما يردش، تناديه بيوسف يرد. التين لو طلع وحش هصيطك. اوبا اداني واحده ببلاش. كل اللي اتقال اشاعات انا ويوسف اخوات. يا جماعه بقول لكم ده صاحبي مش اخويا. عايز فلوس ولا لا؟ كداب، بتاخد مني فلوس. هتاخد مني كام دلوقتي؟ كام؟ 70 جنيه. هي 50 مفيش غيرها. 50 يعني؟ ما زيادة. 50 مفيش غيرها. يلا الباقي. 70 جنيه. هات الباقي. 70 جنيه. بقول لك ايه يا جماعه، بينصب عليا يا جماعه. اداني 30 جنيه. وخدنا الطين بقى نطلع نغسله بالميه، وانتوا عارفين طالما الطين بقى اتحط في الفريزر هنخلص عليه، وكل شويه هفتح واخد واحد. وطبعا انا مش ههدى غير اما اخلصه وهو في الفريزر. بس الصراحه يا جماعه التين ليه متعته في اكله على العربيه، وبجد بعد الفيديو ده انا بنهار من الشوك في ايدي وفي بقي.